والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا ودعاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال عظيمة، بصلاة وصيام وقرآن وجود وإحسان، يأتي بأعمال عظيمة، ثم ينظر المرء وإذا بهذه الأعمال تذهب وتتلاشى. أين صلاتي؟ أين قيامي؟ أين قرآني؟ أين ذكري؟ أين إحساني؟ كل ذلك يذهب ولا يشعر الإنسان بهذا الأمر. ما الذي أذهب؟ هو مرض من أمراض القلوب لا يعلم فيه أحد إلا الله جل في علاه، وهو الإنسان بنفسه يعلم ما يفعل. يا هل ترى ما هذا الأمر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم، لعلنا نحن يا رسول الله ممن يفعل هذا الفعل الذي تكون هذه الأعمال وهذه الحسنات وهذه الخيرات كلها تذهب هباء منثورا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنهم إخوانكم ومن بني جلدتكم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإخوان للصحابة ومن بني جلدتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله لا يراهم إلا الله ولا يطلع عليهم إلا الله، ابتعدوا عن الأنظار، ابتعدوا عن الناس، انكبوا على معاصي الله جل وعلا. اسمع ماذا يقول الله جل في علاه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يفعلون ما لا يرضى من القول. إذا أغلقت الأبواب انكب على المعاصي والذنوب. إذا ابتعد عن الأنظار لا يراه أحد في بلاد غريبة بعيدة، انكب على المعاصي. ولذلك من أعظم ما يمرض القلب هي ذنوب الخلوات، الذنب ثم الذنب ثم الذنب. لذلك ينبغي على الإنسان يا أخوان دائما أن يراقب الله جل وعلا في سره وعلانيته، في ليله ونهاره، دائما يعلم أن الله مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم من الأيام، وكان هذا من طبعه رضي الله تعالى عنه ومن صفاته، كان في النهار
يكون مع الرعية وفي شأن الرعية. وإذا جن الليل وأظلم الظلام ذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتمشى في سكك المدينة، عله يجد فقيرا فيعطيه، أو عاريا فيكسيه، أو مجرما فيؤدبه. هكذا كان يفعل وهو يمشي يسير في طرق المدينة. فتعب رضي الله عنه وأرضاه، تعب من شدة ما يمشي، فاستند على جدار، اتكى على جدار، فسمع امرأة تقول لابنتها: يا بنية امضغ اللبن بالماء. لماذا؟ امضغ اللبن بالماء حتى يكثر اللبن وتبيع اللبن ويتبين أن اللبن ممتلئ. فقال: امضغ اللبن بالماء. فقالت البنت الصغيرة: يا أماه إن عمر بعث مناديه ينادي في الناس أن لا تمزجوا اللبن بالماء، لا تخلطوا اللبن بالماء، لا بد أن يكون اللبن صافي. فقالت الأم: يا بنية إن عمر لا يرانا. فقالت البنت التي تراقب الله جل وعلا، قالت: يا أمي إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إن كان عمر لا يرانا، لا يطلع علينا، فرب عمر يرانا. هكذا تكون المراقبة أيها الأحباب. يراقب الإنسان نفسه في صلاته، هل يؤديها كما أمر الله تبارك وتعالى؟ يراقب الإنسان نفسه في بيعه وشرائه، هل يؤديه كما أمر الله تبارك وتعالى؟ يراقب الله جل وعلا في أولاده وفي أسرته، هل يؤديها كما أمر الله جل وعلا؟ وأبشروا، من راقب الله وجد الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. من راقب الله وأدى حق الله جاءته الثمرة في الدنيا قبل الآخرة. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة. رجل يقال له نوح ابن مريم، وهذا الرجل حباه الله من المال والجاه والدين. عنده مال وجاه ودين، وعنده ابنة كذلك حباها الله من الجمال والدين. وكان عنده رجل مملوك عبد الله يقال له مبارك، اسمه مبارك. فقال في يوم من الأيام لمملوكه: يا مبارك اذهب إلى مزرعتي، إلى بستاني، فقم بإصلاحها وحرثها. فذهب مبارك إلى المزرعة وأخذ يصلح المزرعة ويعتني بمزرعته، بمزرعة سيده، وهكذا يفعل. فجلس شهرين كاملين متتابعين في هذه المزرعة. ثم جاء نوح ابن مريم سيده، جاء نوح إلى المزرعة يريد أن يستريح يتنزه، فجلس تحت ظل شجرة كذا. ثم قال لمبارك لخادمه: يا مبارك. قال: نعم. قال: ائت لي بقطف عنب، أريد عنب، ائت لي بقطف عنب. فذهب مبارك وأتى له بقطف عنب وأعطاه، فأخذ أول عنبة فأكلها فإذا هي حامضة فرماها، فرمى العنب. فقال: يا مبارك ائت لي بقطف عنب ثاني، ائت لي بقطف عنب حلو. فجاء مبارك وقطف له شيئا من العنب وأعطاه لسيده، فأخذ أول عنبة ومضغها فإذا هي حامضة فرماها، فغضب. قال: يا مبارك ائت لي بقطف عنب ثالث. فذهب فقطف له عنب فأعطاه، فلما مضغها فإذا هي حامضة فرماها، فغضب فقال: أرسلتك 3 مرات أن تأتي لي بقطف عنب حلو
فتأتيني بحامض فكأنك لا تعرف حلوه من حامضة. قال يا نوح إنما أرسلتني حافظا ولم ترسلني ذواقا. أرسلتني في المزرعة أحفظ مزرعتك ولا أتذوق المزرعة وما فيها من حلو أو حامض. اسمع يا نوح، والله منذ أن جلست في مزرعتك والله ما ذقت عنبة واحدة منها. والله ما خفتك ولا خفت أحدا من الخلق، ولكن خفت الحي الذي لا يموت، خفت الحي الذي يطلع علينا ويعلم سرنا وعلانيتنا. والله ما خفتك. يجلس شهرين كاملين ما يأخذ لأنه يعتقد أن هذا العنب وهذه الثمار لا تحل له. فأعجب به نوح فقال نوح يا مبارك، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، وإني أستشيرك يا مبارك، عندي مشورة أريد أن أستشيرك بها. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة وإني أستشيرك. قال تفضل. قال بنتي فلانة. قال ما بها؟ قال خطبها فلان وفلان، فمن ترى أن أزوج من هؤلاء؟ من الذي يصلح أن يكون زوجا لابنتي؟ قال اسمع يا نوح. قال نعم. قال الناس في الجاهلية كانوا يزوجون للجاه والمال. الناس في الجاهلية كانوا يزوجون للحسب والنسب والجاه. في الجاهلية الحسب والنسب والجاه. واليهود يزوجون للمال، يحبون المال. والنصارى يزوجون للجمال. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزوجون للخلق والدين. والناس في يومنا هذا يزوجون للجاه والمال. والمرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. سكت. كلمات عظيمة توزن بماء الذهب. فأخذ قال اسمع يا مبارك، أنت حر لوجه الله. اعتقه بسبب هذه الأمانة وهذه الكلمات الجميلة والنصيحة. قال أنت حر لوجه الله. ثم أخذ يقلب فكره فقال يا مبارك، أتتزوج ابنتي؟ هو للتو كان مملوك عبد يؤمر وينهى. قال تتزوج ابنتي؟ قال ترضاها لي؟ ترضى أن أتزوجها؟ ترضى؟ قال اعرض عليها، اعرض عليها، فإن رضيت فنعم. فعرض الزواج على ابنته. فقالت البنت يا أبتي أترضاه لي؟ أترضى مبارك لي؟ فقال والله يا بني أرضاه لخلقه ولدينه. أرضاه لخلقه ودينه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فقالت البنت رضيت يا أبتي من رضيت. فتزوج مبارك هذه المرأة. العبرة يا أخوان كذلك لما حصل الزواج ما الذي أتى؟ رزقهم الله جل وعلا بولد. ما تكاد اليوم تقلب كتاب من كتب السيرة إلا وجدت هذا الابن ماثل أمامك. ما تكاد أن تقرأ إلا وجدت هذا الرجل أمامك. أتى مبارك بولد سماه عبد الله ابن المبارك، عالم خرسان، عالم الدنيا، العالم المجاهد، أمير المؤمنين في الحديث. انظر إلى الثمرة. لما خاف الله تبارك وتعالى وراقب الله أتاه العتق من الله،
وأتاه التزويج من هذه المرأة الصالحة والبنت الجميلة والثرية والغنية، ثم أتته الذرية الصالحة بسبب المراقبة لله جل وعلا. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل ويصلي لله، وكان إذا انتهى من صلاته يلتفت إلى ولده فيقول: يا بني يا بني، كل هذا أفعله من أجلك يا بني. فالمراقبة أيها الكرام تنفع الإنسان في دنياه وتنفع الإنسان في آخرته. إذا أصلح الإنسان قلبه وفق، يسر الله أمره وشرح الله له صدره وغفر الله له ذنبه وعاش في هذه الدنيا سعيدا. لذلك أيها الكرام في هذه الأيام العظيمة المباركة نحرص كل الحرص أن نراقب الله جل وعلا في أعمالنا وفي قلوبنا. نحرص أن ننظف القلب من الغل، من الحسد، من الضغينة، من الكراهية، من قطيعة الرحم. نحرص أن يمر هذا الشهر الكريم وقد تنظفت هذه القلوب، لأن القلب خرج إلى الدنيا سليما عندما خرج، وإذا رجع لا يقبل الله جل وعلا من القلوب إلا السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشرح لنا صدورنا وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن